بصوا يا بنات، دي ركن انا كنت شارياها من سنتين، وطبعا القماشه دي بتوسع. ماشي، وسعت بقى وهرهطت وايه وما عادتش نافعه للركن خالص. ارميها، شلتها ركنتها شويه، ودلوقتي بقى حبيت اجددها وانا اللي اعملها بقى، مش اعملها. هي الاول كانت معموله ان هي تتركب على طول، لا انا قطعتها بقى، فكيتها من بعضها. بصوا، فكيتها خليتها قماش عادي بعد ما كانت بتتلبس تلبيسه. بصوا بقى كده. كمان انا كده اكني نجدتها. كل ده بايه؟ الدباسه الجميله ديت. ماشي. نعم، ثواني جايه. الفكره اللي انا عايزه اوصلها لكم ان انتوا ممكن تبدعوا باي حاجه عندكم، ما ترموش الحاجه اللي انا عايزه اقوله لكم ان انتوا ما ترموش الحاجه. يعني مش بدل هرهطت وخلاص ما عادش ينفع تحطيها ترميها، لا يا ستي، قصقصيها وظبطيها بالدباسه، اعمليها انت كده كده احلى كمان من ما كانت الاول. ده بصوا كده كأنك انت منجداها. بصوا الجمال، بصوا الطعامه. ومن دي هغطي السجاده دي، طبعا احنا بننضف والدنيا مدربكه. هغطي السجاده دي برضو وهوريها لكم. يعني انا عايزاكم انت بلمساتك الحلوه تبدعي وتجددي. بصوا والله والله فظيعه. بصوا ما شاء الله، شوفوا المنظر ده من المنظر ده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام في التعليقات، وتقولوا لنا رايكم، وتقولوا لنا تأكدنا وحركاتنا بتعجبكم ولا ما بتعجبكوش. ولو عايزين تعرفوا تنجيده بالظبط، انا عندي فيديو عندي على القناه من تحت، في انا منجداه عاملاه ازاي. انا عشان كده ما صورتوش تاني دلوقتي، بس انا عامله برضو نفس الفكره في واحد تاني.